السمك المقلي مش بيضبط معاكِ ومش بيطلع مقرمش كده زي بتاع برّه، تعالي أقول لِك على أسرار قلي السمك المقلي وإزاي يطلع مضبوط معاكِ بمشيئة الله. ذكر النهارده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. معلقتين من هريسة الشطة لو متوفرة، مش متوفرة ممكن تستغني عنهم، ربطتين من البقدونس شيلي منهم السيقان وخدي الورق بس، حوالي عصير ليمونتين كبار كده محترمين، لو الليمون بتاعِك صغير استخدمي 3، راس من التوم تبقى كبيرة كده وحلوة، ولو أنتِ بتحبي التوم يبقى كتير في السمك حطي راس ونُص من التوم، وبعد كده أهو افرمي بقى الحاجات دي لحد ما تكون ناعمة جدًا بالشكل اللي أنتِ شايفاه، ممكن ما تعمليهمش بالمفرمة وتعمليهم في الهون كده أهو بيكونوا برضه حلوين، بس أهم حاجة تخلّيهم ناعمين عشان نتبّل بيهم السمك، والسمك اللحم بتاعه يكون خطير جدًا، نُص معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، الملح على حسب الرغبة أنا استخدمت نُص معلقة كبيرة، ربع معلقة من الكركم بيحلّي لي لون السمكة وبيخلّيها كده حلو جدًا، قلّبي بقى الخليط الحلو ده، أنا زوّدت هنا نُص ليمونة وزوّدت كمان معلقة كبيرة من الخل، ما تزوّديش الخل بزيادة، حطّي بس اللي أنا قُلت لِك عليه، لمّا تجيبي السمك ما تجيبيش السمك اللي يكون كبير بزيادة ولا صغير بزيادة، هاتي السمك الوسط، طبعًا يتنضّف كويس جدًا والسلسلة بتشتال ويبقى أبيض قشطة كده زي ما أنتِ شايفاه، بعد كده بقى بتمسكي ليمونة وتدعكي كده أهو كل سمكاية من فوق ومن تحت ومن جوّه ومن برّه ومن عند الخياشيم بتاعتها كلّها كده ادعكيها بالليمونة في ناس بينقعوها في مَيّة وملح، أنا بصراحة مش بانقعها في مَيّة وملح، أنا بادعك كل سمكاية بليمون محترم كده أهو، بيكون حلو جدًا. طبعًا السمك زي ما أنتم شايفينه لونه حلو كده أهو، وعينيه بتكون منوّرة، هو ده السمك المضبوط اللي أنتِ تشتريه. جِبت بقى السمك الحلو ده وهابدأ إن أنا أقطّع كده أهو، أعمل شرايح بالشكل ده، طبعًا لو حجمه أصغر من كده ما تشرّحوش من برّه علشان هينشّف لِك السمكة بزيادة. إحنا بمجرد بس بنعمل شريحتين كده زي ما أنتِ شايفة. هنقسم بقى الخلطة الحلوة دي، ونجيب بقى كده أهو كل سمكاية نحط بقى في الفتحات اللي إحنا حطيناها كده أهو في السمكة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ونحط جوه في البطن كده أهو شوية، ونبدأ إن إحنا ندعكهم كويس جدًا بالتتبيلة بتاعة التوم وهريسة الشطة. نفس البهارات اللي أنا حطيتها هاحطها تاني على الدقيق، كيلو السمك يعني تقريبًا هاتي كده أهو حوالي كوبايتين من الدقيق يخلصوا وأنتِ بتبدّري السمك تروحي حاطة غيرهم، أنا حطيت هنا تقريبًا كوبايتين ونُص من الدقيق وحطيت لهم كركم وملح وكمون وكزبرة، بس كده. لو عندِك بهارات سمك حطي، طبعًا بتحطي كده أهو حوالي 3، 4 سمكات أو على حسب الطاسة بتاعتِك ما تاخد، وطبعًا تحطي بقى الدقيق في كل الاتجاهات، ما تخلّيش بقى الدقيق يعرق معاكِ، بمعنى إن أنتِ ما تحطيهوش في الدقيق كلّه مرة واحدة، هيبدأ السمك يطلّع مَيّة والدقيق بتاعِك يبدأ إن هو يتبل كده، وإحنا مش عايزين كده، عايزينه كده يكون زي ما أنتم شايفين. مجهزة هنا مَيّة حلوة كده أهو جنبي في الصينية دي، هاقول بقى بسم الله وابدأ أحط السمكاية يمينًا ويسارًا على وشها وعلى بطنها بالشكل ده، أدوس كده عليها عشان المَيّة كلها تبدأ تنزل، والزيت يكون إلى حدٍ ما غزير، وبعد كده هو يبقى سخن جدًا. في ناس السمكة أول ما يحطوها في الزيت تلزق منهم، ده بيكون الزيت ما سخنش بزيادة. طب أنتِ تعرفي منين إن الزيت سخن بزيادة؟ تجيبي شوية دقيق كده وتحطيها، لو الدقيق بدأ إن هو يطفو على سطح الزيت كده أهو ويعمل فقاعات كتيرة حواليه، يبقى هو كده تمام الزيت بتاعِك سِخِن جدًا. النار بتكون بُصّي أنا العين ديّة مش عين عالية أوي، وطبعًا ماما أو أنا دايمًا بتنصحني إن أنا دايمًا لمّا بتقلي الحاجة اقليها في العين اللي جوّه، فيعني تفاديًا لأي مشاكل. هنا بقى بتحطيها أول ما تبدأ تاخد اللون الدهبي الغامق تقلبيها على الجنب التاني، بتاخد على كل جنب يعني تقريبًا 5، 6 دقايق كده أهو، مش بتكمّل حاجة. بُصّي بتفصل بسهولة جدًا معاكِ، تصفّيها كده أهو من الزيت وتطلّعيها على طول في مصفى. طب بتطلّعيها على مصفى على الجزء المفتوح فيها، يعني أنتِ بتطلّعيها على جنبها كده واقفة كإنها زي السيف. قليت كل السمك زي ما أنتم شايفين، وهنا على كل كوباية من الرز خدت معلقة واحدة بس من السكر. هابدأ إن أنا أكرمل السكر وهاحط كوبايتين مَيّة، أنا حاطة كوبايتين ونُص من الرز، هاعمل عليهم كوبايتين ونُص من المَيّة. ده زيت السمك بقى خدت منه جزء كده أهو صفيته، وحطيت بصلاية كبيرة كده خرّطتها على إيديّا، ما تفرميش بصلة الرز الصيادية بزيادة، خلّيها كده متخرّطة ومش رفيّع أوي، سميك إلى حدٍ ما عشان ما تتحرقش معاكِ. زيت السمك يسخن كويس ويكون غزير، وابدئي بقى على طول حمّري البصلاية الحلوة دي لحد ما لونها يغمق، مش يتحرق عشان في ناس بيقولوا لازم تحرقيها، لأ يبقى لونها بني غامق جدًا. حطّي بقى السكر اللي إحنا كرملناه دوّة اللي هو 3 معلقتين ونُص سكر، كرملتهم حطيت لهم كوبايتين ونُص مَيّة، فضلوا يغلوا حطيتهم بقى على المَيّة
على البصل المتحمر، حطيت بقى كمون وشوية كزبرة وشوية ملح وسنة كركم خفيفة ومعلقة كبيرة من التوم المهروس اللي احنا استخدمناه من شوية. ماشي، هنا بقى حطيت الرز بقى، سبتها طبعا المية تغلي كويس جدا بتاع الرز الصيادية عشان المية بتاعت الرز تاخد اللون البني الغامق الجميل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده نزلت بالرز. اظبطي الملح بتاعك، طبعا كتري الملح بتاعك لحد ما عشان الرز ما يطلعش مسكر، لان افتكري ان احنا حاطين لكل كوبايه من الرز كوبايه من عفوا معلقه كبيره من السكر. طبعا انا ما كنتش حاطه توم كتير، انا بقى فتحت كل سمكايه وابتديت ان انا احط فيها شويتين توم كده هم في بطنها، وعلى الوش كده شويه توم، واتي رز الصياديه طبعا اول ما اتشرب وغطيت عليه خالص لحد ما بدأ ان هو يستوي وبقى بالجمال ده. طبعا تديله تقليبه، اعملي طبق السلطه الحلو وهاتي شويه جرجير كده اهو، جهزي كل الحبشتكنات اللي جنب السمك وبألف هنا. ما تنسيش ذكر النهارده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شكرا لكم والسلام عليكم.